رسالة بس اللي بتوع التسويق العقاري وماشي على طول. حضرتك ما نبقاش قاعدين في المكتب الصبح بتحايل على زميلي يسامحني في ال5 جنيه بتاعت الفول لغاية الشهر الجاي، وتتصل انت بيا تعرض عليا شقة ب5 مليون، لأن حضرتك اللي بيحصل في الباك جراوند عندي مش ماشي مع المكالمة. ده مش رقم يتقال اللي بيحصل هنا، ده عيب. لأن اللي يخليك تتصل بيا تعرض عليا واحدة ب5 مليون قسطها على 12 سنة، يعني في الشهر 35,000 جنيه قسط، في حاجة غلط. اكيد اللي كان بيعمل لك الشيت ده وهو بيدخل مرتبي، يعني ده اكيد كان ضارب حاجه، ده نقل نقطه في فاصله ما حطهاش، في حاجه اتحركت من عندكم. فسيبك بقى من الداتا اللي عندك في الشيت، وما انا اقول لك اللي انا مش هقدر على قسط زي ده صدقني. ما تقوليش طب بص يا فندم ده دلوقتي في عروض هندفع بس في الشهر 6000 جنيه، وفي اخر السنه خالص 300000 جنيه. ايوه يا حبيبي، ما هو نفس القسط اللي انا ما كنتش هعرف ادفع بيه 34000 جنيه في الشهر مش هيجيبني ان انا ادفع 300 في اخر السنه حضرتك. ايه يعني الفلوس اللي ما تعرف انها تطلع بس اخر السنه مره واحده هتيجي تقعد مع اصحابها؟ يعني هما دلوقتي خايفين يجوا عشان هيخرجوا بسرعه، جايين عايزين يتدفوا يعني. ما حضرتك ما فيش انبوت عشان بيبقى فيه اوتبوت وكده. وبعدين اما تنيل اقول لك حضرتك المرتب مش جايب، ما تقوليش ايه ده ازاي المرتب مش جايب؟ طب ما فيش بونص اخر السنه؟ بونص ايه حضرتك؟ بونص ايه اخر السنه اللي هجيب 300,000 جنيه ده؟ الشركه لو ادتني بونص 300,000 جنيه اخر السنه هيقفلوها. ده اصلا الرقم اللي موجود في الخزنه عندهم تقريبا، ده كل اللي بيحتكموا عليه. فهيدوني انا بونص 300 ازاي يعني؟ وبعدين حضرتك تروح قالب خطيبتي بقى اللي هو طب ما فيش حاجه كده ولا شغلانه تانية بتعملها دخل مش عارف. حضرتك في ايه؟ حضرتك في انت دخلت قوي في حياتي، انت اتعودت عليا بسرعه قوي. حضرتك احنا فاتحين المكالمه من 5 دقايق، انا لو خرجت من البيت ساعتين ورجعت تاني ببقى عايز اتعود على اهلي من جديد اساسا. فانا مش فاهم انت خدت عليا في 5 دقايق ازاي؟ وبعدين يقول لي ايه ده يعني مرتبك مش هيجيب كده خالص؟ ايوه حضرتك اشق شراييني يعني ولا اموت اقوم ارمي نفسي من الشباك في الشغل؟ مالك في ايه؟ ما تحزنيش بقى الله. وبعدين حضرتك لو في الاحلام مرتبي كان 35,000 حاجه ادفعهم لك كلهم مره واحده وامشي، انا هروح انا اعمل ايه؟ اكل هوا بقيه الشهر؟ اخيط لي شرابين من فروه الفار مع حضرتك؟ ما انا عايز اعيش. وبعدين اخر سؤال عشان اتنيل امشي، انتم بتروحوا امتى؟ بقولك ما بلاش بتروح، بتناموا امتى يعني؟ كل ما ابقى عايز اطفش واحد اقول له لا 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 ما بخلصش الشغل دلوقتي كلمني الساعه 8 ان شاء الله. طب يا فندم هكلمك. وبيكلمني الساعه 8 بالظبط بالثانيه. ازاي؟ قول لي لو انا عايز اعملها ازاي؟ انا في ناس قلت لها هكلمكم بكره بقالهم 5 سنين قاعدين مستنيين بكره، فقول لي لو انا عايز اعملها ازاي؟ واقول له 11 يقول هكلمك برضه وبيكلمني 11. انت غباء اصطناعي يا ابني يعني، ولا بتاكل ولا بتشرب وكمان ما بتفهمش التلميحات. ده ايه ده؟ ناس غريبه.